الله أكبر آثار منسية. أنشئت مدينة القاهرة في العصر الإسلامي على يد القائد جوهر الصقلي، واطلعت بدور مهم كمنارة من منارات الحضارة الإسلامية. لهذا تزخر مدينة القاهرة بالعديد من الآثار والمزارات الباقية شاهدا على مكانة هذه المدينة وعمرانها. ومن أبرز الآثار التي لم يكن لها نصيبا وافرا من الازدهار كباقي الآثار جامع الحاكم بأمر الله. مسجد بني عام 380 من الهجرة في عهد العزيز بالله الفاطمي، الذي بدأ في عام 379 من الهجرة 989 من الميلاد في بناء مسجد آخر خارج باب الفتوح، ولكنه توفي قبل إتمامه، فأتمه ابنه الحاكم بأمر الله عام 403 من الهجرة 1012 من الميلاد، لذا نسب إليه وصار يعرف بجامع الحاكم. يبلغ طوله 120 مترا وعرضه 113 مترا، فمساحته أقل من مساحة جامع عمرو. وفي نهايتي واجهته البحرية توجد المئذنتان، ويحيط بهما قاعدتان عظيمتان هرمية الشكل، وتتركب كل قاعدة من مكعبين يعلو أحدهما الآخر، والمكعب العلوي موضوع إلى الخلف قليلا فوق السفلي، ويبلغ ارتفاع الأخير ارتفاع أسوار الجامع. تبرز من كل من المكعبين العلويين مئذنة مثمنة الشكل، وفي منتصف هذه الواجهة البحرية وبين المئذنتين يوجد مدخل الجامع الأثري، ويؤدي المدخل إلى صحن الجامع والذي تحيط به الأواوين، وهي على الترتيب الآتي: الإيوان الجنوبي الشرقي، إيوان القبلة، ويتكون من 5 أروقة وبكل رواق 17 عقدا، ويقابله الإيوان الشمالي الغربي، ويتكون من رواقين وبكل رواق 17 عقدا أيضا. وقد كانت جميع العقود مغطاة بسقف مسطح من الخشب، ويحيط بالسقف من أسفله فيما بينه وبين العقود أزار جصي من الكتابة الكوفية. أما الشبابيك في هذا الجامع فموضوعة على محور كل عقد، بخلاف شبابيك الجامع الطولوني فإنها منحرفة عنه قليلا. وينتج عن ذلك أنه كان يوجد في الجامع الحاكم 16 شباكا في كل من الحوائط الجانبية، و17 شباكا في كل من إيوان القبلة والحائط المقابل له. كما كان يوجد إزار جصي يحيط بالجامع من الخط الكوفي البديع، لا تزال آثاره باقية إلى اليوم في إيوان القبلة. كذلك كانت القباب والشبابيك مزينة بزخارف جصية بديعة. وقد توالت صروف الزمان على هذا المسجد، فاعتدى عليه بدر الجمالي فسد منافذ الجدار الشرقي ببنائه السور ملاصقا لهذا الجدار، وتوالت عليه المصائب حتى تهدمت جميع أواوينه ما عدا بعض عقود في الإيوانين القبلي والشرقي، فاستخدمته وزارة الأوقاف مخزنا لها، وحفظت فيه التحف والآثار الإسلامية قبل نقلها إلى الدار الحالية.
أهمل المسجد لفترات طويلة حتى تحولت أروقته إلى مخازن للتجار المحيطين بالمنطقة، إذ أنها منطقة تجارية حتى عصر الرئيس محمد أنور السادات، والذي طلبت طائفة الشيعة الذين بدأوا في الهجرة إلى مصر الإذن بتجديده بالجهود الذاتية. ودعا السادات إلى افتتاح المسجد، ومنذ ذلك الحين وهو مفتوح لجميع الطوائف للصلاة بالمسجد. بيت السحيمي هو بيت عربي تقليدي في مدينة القاهرة في الدرب الأصفر، الذي يتفرع من شارع المعز لدين الله الفاطمي. بني البيت في العام 1058 من الهجرة 1648 من الميلاد. سمي البيت باسم آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي الحربي، وهو الآن ملك للحكومة المصرية، ويستخدم كمتحف للعمارة التقليدية. مساحة البيت 2000 متر مربع. البيت مثال للبيوت العربية التقليدية بنكهة قاهرية. الدخول إلى البيت يكون من خلال المجاز الذي يؤدي إلى الصحن الذي توزعت فيه أحواض زرعت بالنباتات والأشجار. البيت متأثر تخطيطيا بالعمارة العثمانية، والتي كانت تخصص الطابق الأرضي للرجال ويسمى السلملك، والطابق العلوي للنساء ويسمى الحرملك. لذا فالطابق الأرضي من البيت كله لاستقبال الضيوف من الرجال، وليس فيه أي غرف أو قاعات أخرى. في القسم الأول نجد قاعة واسعة منتظمة الشكل، تنقسم إلى إيوانين يحصران في الوسط مساحة منخفضة عنهما يطلق عليها الدرقاع، وقد رصفت بالرخام الملون. يمتد حول جدران الإيوانين شريط من الكتابة يحتوي على أبيات من نهج البردة. سقف القاعة من الخشب المكسو برسومات وزخارف نباتية وهندسية ملونة. كانت هذه القاعة تستخدم كمجلس للرجال. في القسم البحري مجلس آخر يشبه الأول في التصميم، أي مكون من إيوانين ورقاعة، إلا أن هذا المجلس أكبر حجما وبه تفاصيل معمارية أدق وأكثر فخامة، وفي وسطه حوض ماء من الرخام المذهب، وبه فسقية على هيئة شمعدان، مما يدل على أنه صمم وكأنه صحن مسقف. القسم البحري به إيوان أيضا، ويعلو الإيوان مشربية مصنوعة من خشب العزيزي. سقف هذا الإيوان من الخشب، تتوسطه قبة صغيرة بها فتحات ليدخل منها الهواء والضوء، تسمى الشخشيخة. في الطابق الأول غرف العائلة، وهي قاعات متعددة تشبه التي في الطابق الأرضي، إلا أن بها شبابيك كثيرة مغطاة بالمشربيات تطل على الصحن، وبعضها يطل على الشارع، ولا يوجد إيوان في الطابق الأول. للبيت صحنان، صحن أمامي بمثابة حديقة مزروعة، الصحن الخلفي به حوض ماء وساقية للري وطاحونة تدار بواسطة الحيوانات. يقول المهندس المشرف على البيت لدى الحكومة المصرية أن عمر البيت لا يتجاوز 350 عاما، إلا أن موقعه كان عامرا بالمباني منذ العصر الفاطمي.
إلا الله لا إله إلا الله. جامع السلطان حسن. سيدنا محمد رسول الله. يعد المسجد أكثر آثار القاهرة تناسقا وانسجاما، ويمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية. يتكون البناء من مسجد ومدرسة لكل مذهب من المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي. وعليها نموت. أنشأ المسجد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون. بدأ البناء في العام 1356 من الميلاد، واكتمل بعدها ب7 سنوات في العام 1363 من الميلاد. قتل السلطان قبل انتهاء بناء المسجد، ولم يعثر على جثمانه، ولم يدفن في الضريح الذي بناه في المسجد خصيصا. يعتبر هذا المسجد بحق أعظم المساجد المملوكية وأجلها شأنا، فقد جمع بين ضخامة البناء وجلال الهندسة، وتوفرت فيه دقة الصناعة وتنوع الزخرف، وبراعة صناعة الرخام ممثلة في وزرتي القبة وإيوان القبلة ومحرابيهما الرخاميين والمنبر ودكة المبلغ. كما نشاهد دقة صناعة النجارة العربية وتطعيمها، مجسمة في صورة الكرسي الموجودة بالقبة. وهناك على أحد مدخلي القبة بقى باب مصفح بالنحاس المطعم بالذهب والفضة، على أشكال وهيئات زخرفية جميلة جديرة بإقناعنا بعظيم ما يحويه هذا المسجد من روائع الفن وما أنفق في سبيله من أموال طائلة. أنشئ هذا المسجد على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، إذ يستطرق الإنسان من المدخل الرئيسي إلى دركات، ثم ينثني يسارا إلى طرقة توصل إلى صحن مكشوف. يشرف على الصحن المكشوف 4 إيوانات متقابلة ومعقودة، أكبرها وأهمها إيوان القبلة، تحصر بينها 4 مدارس لتعليم المذاهب الأربعة الإسلامية، ويتكون كل منها من صحن مكشوف وإيوان القبلة. ويتوسط صحن المسجد قبة معقودة على مكان الضوء، تحملها 8 أعمدة رخامية كتبت بدائرها آيات قرآنية. وتحيط بدائر إيوان القبلة وزرة رخامية يتوسطها المحراب، وعلى يمينه المنبر الرخامي، والذي يعد من المنابر الرخامية القليلة التي نشاهدها في بعض المساجد. ويتوصل إليها من بابين على يمين ويسار المحراب، بقى الأيمن منها بمصراعيه النحاسيين المكفتين بالذهب والفضة، بينما فقد مصراع الأيسر. واجهة المسجد العمومية يحليها صفوف مستطيلة تنتهي بمقرنصات مفتوح فيها شبابيك لمساكن الطلبة. بالطرف الغربي لهذه الواجهة يقوم المدخل العظيم، والذي يبلغ ارتفاعه 38 مترا، يمتاز بضخامته وزخارفه المتنوعة المحفورة في الحجر أو الملبسة بالرخام. قصر الأمير طاز هو أحد القصور التاريخية من المماليك في مصر. يقع القصر بالقاهرة القديمة بمنطقة الخليفة بالقلعة بشارع السيوفية،
المتفرع من شارع الصليبية. أنشأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة المماليك البحرية، والذي بدأ يظهر اسمه خلال حكم الصالح إسماعيل بن الناصر محمد. والمدخل الرئيسي للقصر عبارة عن كتلة متماسكة تبدأ بممر مستطيل له باب من خلفه، في نهايته قبو على جانبيه مدخلان يفتح كل منهما على فناء مستطيل هو صحن القصر، وهذا المدخل يطل على شارع السيوفية. تبلغ مساحة القصر الإجمالية أكثر من 8000 متر مربع، وهو عبارة عن فناء كبير في الوسط خصص كحديقة تتوزع حولها من الجهات الأربع مباني القصر الرئيسية والفرعية. أما الجزء الخاص بالحرملك فهو يطل على الفناء أو الحديقة بمجموعة من الشبابيك المصنوعة من الخشب البغدادلي، والتي تعد تحفة فنية فريدة، وتعلوها 3 شبابيك مستديرة وهي التي تعرف بالقمريات. بالقصر إيوانان، أحدهما في الجهة الشمالية والآخر في الجهة الجنوبية، والإيوان الشمالي مربع يغطيه سقف ذو زخارف هندسية ونباتية، كما أن به شريطا كتابيا تبقى منه النص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بإنشاء هذا المكان المبارك السعيد من فضل الله الكريم وكل عطائه العميم، المقر الأشرف العالي المولوي المخدومي الغازي المجاهدي المرابطي، وهي كلها ألقاب خاصة بالأمير طاز. كما يتوسط هذه الكتابات رسم لكأس يرمز إلى وظيفة الساقي، إحدى الوظائف التي تقلد بها الأمير طاز. كما يوجد المقعد أو صالة الاستقبال الرئيسية، فهو من مستويين يربط بينهما سلم، وهو في كل من مستوييه عبارة عن مساحة مستطيلة تطل على الفناء بما يشبه التراس القائم على 3 أعمدة من الخشب الخرط. يوجد أسفل السقف إزار خشبي يحتوي على كتابات نسخية للآيات الأولى من سورة الفتح، وملحق بهذا المقعد 3 قاعات مليئة بالزخارف الهندسية. من أهم قطاعات القصر والتي طالتها يد الإصلاح والترميم سبيل وكتاب علي أغا. هذا الأثر بأكمله جزء من قصر الأمير طاز، شيد عليه سبيل مياه لسقاية الحارة. وقد عانى هذا المبنى من سوء الاستخدام لفترات طويلة، مما أدى إلى طمس بعض أجزاء من أرضياته وطلاء حوائطه، كما ملأته التشققات والشروخ. وكذلك كان السلم الحجري الذي يربط بين السبيل والكتاب في حالة سيئة للغاية. وقد تم علاج كل هذه العيوب خلال عملية الترميم التي قامت بإعادة البياض بمون متوافقة مع مواد المون الأصلية، واستبدال الأرضيات غير الأثرية وفقا للأصل الأثري، كما تم حقن شروخ السلم وتأمينها. حاليا يقام في القصر العديد من الحفلات للاحتفاء بالموسيقى العربية، ويقام أيضا العديد من ورش العمل للأطفال كالرسم والغناء والنحت. Bonjour, visitez l'Égypte. Bienvenue en Égypte, c'est un pays merveilleux. We are very happy to be near Egypt, and we hope that the democratic area will come now. This is a message to Dutch people. Visit Egypt. It's a great experience. It's so safe, you can imagine, all people are friendly. Ich möchte hiermit alle Urlauber aus der ganzen Welt und auch speziell aus Deutschland einladen hier nach Ägypten.